صلى على النبي. فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها هيلي، واللي بتكون بطلة في السباحة وبتشارك في مسابقة للسباحة، وكانت بتبذل أقصى مجهود عندها علشان تفوز، وعلى الرغم من كده بتخسر وبتتضايق جدا، وبتفكر في كلام أبوها معاها وإزاي كان بينصحها إنها ما تبكيش قدام أي حد، وده علشان ما تبانش ضعيفة قدام الناس، وإنها لازم تبان قوية مهما كانت الظروف، وإن في ناس بتستغل الضعف اللي بنكون فيه. بعد كده هيلي أختها بتتصل عليها وبتقول لها إن في عاصفة قوية جدا قريبة من المدينة اللي بيعيش فيها أبوهم، وإن السكان ابتدوا يسيبوا بيوتهم وبيمشوا، وبتقول لها كمان إن أبوها مش بيرد على موبايله. وهنا هي اللي بتركب عربيتها وبتروح علشان تدور على أبوها، وفي الطريق كانت بتحاول إنها تتصل عليه وما كانش بيرد عليها، وفعلا العاصفة كانت قوية وبتضطر الشرطة إنها تقفل كل الطرق، وبيحاول شرطي يمنع هيلي من إنها تكمل في طريق المدينة، وبيطلب منها ترجع، وده لأن حياتها في خطر وإنه مش هيسمح لها تعمل كده. وبتكلمه هيلي وبتقول له إن أبوها في المدينة وإنه كمان مش بيرد على تليفونه، وبتقول له إنها لازم تروح علشان تنقذ أبوها، وبتطلب منه يسمح لها تمشي. وبيرد عليها الشرطي وبيقول لها ما تقلقيش، وإنه هيروح علشان يرجع لها باباها، ولأنها عارفة أبوها كويس هي اللي مش بتسمع الكلام وبتكمل في طريقها على الرغم من محاولات الشرطة علشان يمنعها. بعد كده بنكتشف إن المية بتملى الشوارع وبتدخل البيوت، وبتسمح ليه من خلال الإذاعة تحذيرات كتير لكل سكان المدينة، وبتطلب منهم مغادرة المدينة فورا، وده لأن حياتهم هتكون في خطر بسبب العاصفة، وإن الشرطة مش هتقدر تقدم مساعدات لأي شخص. في الوقت ده بتوصل هيلي لبيت أبوها، ولما بتفتح الباب وبتدخل بتلاحظ إن كلب أبوها كان لوحده، وبتلاحظ كمان إن ما كانش في حد في البيت، وبتشوف مجموعة من الصور فوق السرير، وبتكلم أختها مرة تانية في الموبايل وتقول لها عن اللي شافته لما وصلت البيت، وبتقول لها إن أبوها ممكن يكون في البيت القديم. وفعلا هني بتروح للبيت القديم وبتاخد معاها الكلب، ولما بتوصل المكان بتنادي على ابوها، وبتكتشف ان موبايله كان موجود في المطبخ وان ابوها مش موجود. بعد كده بتشوف ان ادوات السباكه كانت على الارض، وفجاه بتسمع صوت نباح الكلب وكان واقف عند سلم البدرون. وهنا هي اللي بتفتكر ان ابوها اكيد نزل البدروم علشان يشوف مواسير الميه، وبتنزل علشان تطمن عليه، وبتلاحظ اثار دم على المواسير. وبعدها بتشوف ابوها على الارض وكان فاقد الوعي، وكان ده بسبب جرح كبير. وبتحاول انها تفوق لكن من غير فايده، وبتحاول انها تخرج بيه بره البدرون وبتشده بصعوبه، وقبل ما توصل للسلم بيظهر تمساح كبير، وبتحاول هيلي انها تستخبى منه ورا المواسير، وبتاخد ابوها معاها، وبيحاول التمساح يوصل لها لكن ما بيعرفش بسبب المواسير. بعد كده بتلاحظ هيلي ان ابوها ابتدى يتحرك، وبتساعده علشان يشرب من ميه المطر، وبالطريقه دي ابتدى يفوق. وبتكتشف ان ابوها رجله مكسوره وان ده حصل لما كان بيهرب من التمساح. وهي بتتكلم مع ابوها فجاه بتشوف تليفونها اللي واقع منها اثناء ما كانت بتهرب من التمساح، وبتحاول انها توصل له علشان تطلب المساعده. بعد كده بتكتشف ان في تمساحين في المكان مش واحد بس، وبتصرخ من الرعب. وبعد كده بيهاجموها وبيعضها واحد منهم من رجلها، ولكن بتنجح في انها تشد رجلها، وبتضرب التمساح بصندوق حديد، وبعدها بتهرب وبيكسر التمساح تليفونها وهو بيطاردها. بعد كده بتضرب التمساح بالمفك في وشه وبتغرزه جوه عينيه، وبتهرب بعدها علشان تستخبى منه في مكان، ومش بيقدر التمساح يوصل لها بسبب المواسير. بعد كده هي اللي بتشوف رجلها واللي كانت مصابة إصابة خطيرة بسبب عضة التمساح، وبتحاول إنها تربط رجلها. بعد كده بتخطط هي وابوها سوا علشان يهربوا من المكان ده. وبنشوف هنا ان مستوى المياه ارتفع بسبب العاصفه، وبتشوف هيلي شخصين في الشارع وكانوا بيسرقوا من محل قريب اي حاجه ينفع انهم ياكلوها، ده غير انهم كانوا بيسرقوا المكنه الكريدت كارد. وبتنادي هيلي عليهم علشان ينقذوهم، وفعلا بيسمعها واحد منهم، لكن فجاه بيظهر تمساح كبير في الميه وبيمسك الراجل ده وبياكله، وبيروح بعد كده علشان يهاجم شريكه وبيموت هو كمان ضحيه التمساح. وبتشوف هيلي كل ده وكانت خايفه جدا، وبعد اللي شافته بيكلمها ابوها وبيقول لها ان في باب تاني للخروج من البدروم. وهنا هي اللي مش بتكدب خبر وبتروح للباب وبتحاول تفتحه، لكن كان واضح طبعا ان في حاجات كتير فوق الباب ومن الصعب انه يتفتح. وهنا هي اللي بتفكر ان الحل الوحيد للخروج من هنا هو انهم يخرجوا من مواسير الصرف، لكن ابوها بيقول لها ان التمساحين دول اصلا دخلوا للبيت من مواسير الصرف زي سلاحف النينجا، وان خطر جدا انهم يستخدموها علشان يهربوا. بعد كده بنشوف الشرطي اللي كان بيحاول يمنعها بيوصل للمكان وكان معاه شرطي زميله، وبتطمن هيلي لما بتشوفهم وبتصرخ بصوت عالي علشان يساعدوهم، وفي نفس الوقت كانوا بينادوا عليهم علشان يحذروهم من انهم ينزلوا البدرون وان في تمساحين في المكان. لكن الشرطي كان بيحاول انه يوصل لمصدر الصوت وبيروح علشان ينزل البدروم، ومجرد ما بيحط رجله جوه المكان بيهجم عليه التمساح علشان يخلص عليه. وبتحاول هيلي انها تنقذه ولكن بتوصل متاخر بعد ما الشرطي بيكون مات فعلا. بعدها بنشوف زميله وكان بيحاول يصلح القارب بتاعهم وما كانش عارف الخطر اللي بيقرب منه، اللي كان عباره عن مجموعه من التماسيح المفترسه وبيهجموا عليه المسكين وبيقطعوه 100 حته. بعد كده بنشوف هيلي بتقرب من ابوها علشان تحضنه وتطمن بوجوده جنبها، وبعدها ابوها بيشجعها علشان يطمنها وبيقول لها ان اختها الكبيره بتقدر انها تكتم نفسها تحت الميه فتره طويله، وانها بطله في السباحه ولازم تكون قويه وما تقلقش ولا تتوتر بالشكل ده. لكننا بنكتشف من كلامها مع ابوها انها تعرضت لضغوط نفسيه بسبب طلاق ابوها وامها، وان ده كان سبب في خسارتها النهارده للمسابقه. وهنا ابوها بيقول لها ان هو المسؤول عن الطلاق
وده لانه كان مهتم بنفسه اكتر من اي حد، وان دي كانت غلطته، وانه يستحق كل اللي بيحصل له. وبيتاثروا هما الاتنين بالكلام مع بعض وبالموقف اللي هما فيه طبعا. بعد كده بيفكر الاب في خطه للهروب، وبيقول لبنته انه هيحاول يلفت انتباه التماسيح لحد ما تخرج من البدروم، وانها بعد كده تبقى ترجع علشان تنقذه. وفعلا بيبدا الاب في تنفيذ خطته، وبيقدر انه يجذب انتباه واحد من التماسيح، ولما بيتحشر بين المواسير بينتهز الفرصه علشان يقتله. اما التمساح التاني فكان قريب من سلم البدروم، وبتروح هيلي علشان تهرب من مواسير الصرف، وبتلاحظ وجود جثث كتير في المكان. بعدها بتشوف مسدس الشرطي اللي كان بيحاول ينقذها، وبتروح علشان تاخده. وبعدها بيظهر تمساح كبير في ماسوره الصرف وبيعضها من ايدها، وبتضربه هيلي بالرصاص اكتر من مره علشان يموت. وفي النهايه بيسيب ايدها، وبتكتشف ان ايدها بتنزف في شكل خطير، وبتقاوم الالم وبتدخل جوه ماسوره الصرف، وبتلمح تمساح تاني بيتحرك ناحيتها. وقبل ما يوصل لها بتكون هيلي خرجت من ماسوره الصرف، وبتجري بسرعه علشان تدخل البيت، وبتكسر في الارض علشان تنقذ ابوها وتخرجه من البدروم. لكن مستوى الميه كان زاد بشكل كبير، وكان نتيجه ده ان ابوها بيغرق، وبتشده من الميه علشان تنقذه، وبتعمل له الاسعافات الاوليه علشان يرجع يتنفس مره تانية. وفعلا ابوها بيفوق. بعدها بيخرجوا من البيت علشان يشوفوا قارب الشرطه، وبيفكروا انهم يهربوا في القارب ده، وبيفكروا هيعملوا كده ازاي في وجود التماسيح الكتير اللي في الميه واللي كانوا قريبين من القارب. فبيشجعها ابوها وبيقول لها انها اسرع من التماسيح في السباحه، وانها تقدر تسبقهم. وبتوافق هيلي على كلام ابوها، وبتكون متحمسه جدا، وفعلا بتعوم بسرعه. وبتظهر التماسيح فجاه، لكنها اخيرا بتوصل للقارب، وبعد كده بتساعده علشان يركب معاها، وكان معاهم الكلب طبعا. لكن فجاه العاصفه بتزيد وبيقلب الجو، وبتلاقي هيلي نفسها هي وابوها بيدخلوا البيت مره تانية، لكن بالقارب اللي بيتقلب بيهم بسبب قوه دفع الميه. وبنشوف هنا ان البيت كان بيغرق، وبتبعد هيلي عن ابوها اللي بيلاقي في طريقه عدد كبير من الشماريخ. وفي نفس الوقت وبنته بتلاقي جهاز لاسلكي في الميه بتاع الشرطي اللي مات، وبتطلب المساعده من خلاله، وبتقول للشرطه على مكانهم. بعد كده بنشوف ابوها بيطلع للدور التاني من البيت، وكان ماسك في ايده شمروخ. وبيوصل واحد من التماسيح للدور اللي فيه الاب، وبيهجم على الاب وبيقطع ايده اللي فيها الشمروخ. وكان الاب بيصرخ من شده الالم بصوت عالي، وبتسمع بنته صوت صرخته وهي في مكانها، وبتروح له عشان تلحقه. وبيوصل تمساح تاني للبيت، وبتدخل هيلي للحمام وبتقفل على نفسها بصعوبه. وبعدها بتروح لابوها وبتطلع معاه للدور التاني، وبتسمع صوت هليكوبتر الانقاذ، وبتتكلم وتقول له انهم لازم يطلعوا لسطح البيت. وبتمسك شمروخ وبتشاور الهليكوبتر من الشباك. وفي الوقت ده ريحه الشماريخ بتجذب عليهم تماسيح اكتر، وبيمسك تمساح في ايد هيلي. لكن هيلي بتتعامل مع الموقف بشجاعه وذكاء، وبترمي الشمروخ علشان التمساح يبعد ويسيبها. وبتحاول بعدها انها توصل لسطح البيت، وكانت السباحه في الظروف الصعبه دي حاجه مستحيله. وبتفقد هيلي توازنها، لكن ابوها بيحاول يسحبها علشان تطلع فوق سقف البيت، وبيحسوا هما الاتنين لاول مره بالراحه. بعد كده هيلي بتشوف ان هليكوبتر الانقاذ بتقرب منهم، وبتشاور بشمروخ علشان قائد الهليكوبتر يشوفهم. وبعد كده بتنجح هيلي انها تنقذ ابوها والكلب ده. وبكده يكون فيلمنا خلص. لايك للفيلم لو عجبك، واكتب لنا رايك في التعليقات، وما تنساش تشترك معنا في القناه علشان تشوف كل ملخصاتنا الجديده. وصلى على النبي.